السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة القمر دي بطريقة سهلة جدا ومكونات متوفرة عندنا في كل بيت. وكمان هقولك ازاي لونها يطلع معاكي فاتح جدا، وازاي تطلع هشة جدا مش مكتومة، وكمان طريقة التسوية الصحيحة. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ في وصفتنا. اول حاجة معايا 3 بيضات. مهم جدا يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو البيض في التلاجة طلعيه قبل ما تعملي الكيكة بحوالي نص ساعة. الخطوة دي مهمة جدا حبايب قلبي عشان تحصلي على كيكة مرتفعة وهشة جدا. تمام كده؟ هضربه كده بالمضرب اليدوي، ولا هستخدم مضرب كهربائي ولا حتى خلاط، يعني مفيش اسهل من كده. بعد كده بضيف معايا كيس من الفانيليا، طبعا عشان زفارة البيض، سواء بقى فانيليا باودر او فانيليا سايلة مش هتفرق خالص في وصفي. وبعد كده معايا كوباية وربع من السكر. حباها مسكرة اكتر تقدري تستخدمي كوباية ونص من السكر، بس كوباية وربع بتبقى مناسبة جدا. بعد كده معايا كوباية من الحليب. يفضل الحليب يكون دافي او بدرجة حرارة الغرفة، يعني برضو ما ينفعش اطلعه من التلاجة واستخدمه على طول، الافضل ان انت تدفيه. بعد كده معايا كمان نص كوباية من الزيت، سواء بقى زيت عباد او زيت ذرة، المتوفر عندك في البيت استخدميه عادي جدا، مش هيفرق في وصفتنا خالص. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، اي دقيق متوفر عندك، سواء دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخصص للكيك، مش هيفرق خالص في وصفتنا كده. تمام. طبعا معايا اخر نص كوباية اهي، وهضيف عليها بقى معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر او خميرة الحلوى. تمام زي ما انت شايفة معايا كده، وهنخلها برضو. تمام. اهم حاجة قلتلكوا تنزلوا بيها على 3 دفعات. ومعايا طبعا ذرة صغيرة جدا من الملح. بقلب بقى المكونات دي كويس جدا، بس في اتجاه واحد، يعني ما اروحش يمين وارجع تاني ارجع بيها شمال، لا كده غلط، مهم الف في نفس الاتجاه. تمام زي ما انت شايفه معايا كده. اهم حاجه بقى معايا النهارده المكون اللي هيفرق معايا جدا في نجاح الكيك، معايا معلقه كبيره مليانه من الخل الابيض. الخل بتاعنا عادي جدا المتوفر في كل بيت. اهميته بقى ايه؟ محسن طبيعي، بيحافظ لي على الارتفاع بتاع الكيك، وكمان بيخلي لون العجينه فاتح جدا زي ما انت شايفه معايا كده. وطبعا عشان زفاره البيض بيمنع لي اي ريحه للزفاره نهائيا. بصوا بقى، انا بحب استخدم بصراحه الصواني الالومنيوم بصراحه اكتر حاجه، لانها بتوزع الحراره حلو جدا اكتر من الجرانيت او التيفال. تمام. في كل استخداماتي للكيك بستخدم الالومنيوم. طبعا هبتدي ان انا احط نقطه زيت كده، بس امسحها بالزيت وابدرها بالدقيق عشان لما اجي اقلب الكيك تنزل معايا بكل سهوله. شايفين بقى القوام بتاع العجينه؟ ممتاز جدا، هو ده القوام المطلوب، يعني نحاول القوام بتاعها لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، ده القوام المناسب. طبعا هدخلها الفرن على حراره 180 لمده ساعه الا تلت في الرف الاوسط. تمام. وهتطلع معاكي ان شاء الله ممتازه جدا. شايفين بقى الكيكه بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن؟ بجد تحفه جدا. ملت الصينيه، شايفين الارتفاع بتاعها؟ بجد حلو قوي. تعالوا نقلبها كده ونشوف شكلها برضو من جوه. تمام. شايفين الجمال؟ اسفنجيه وهشه، شايفاها؟ وتعالى اوريكم شكلها من جوه، بجد حلوه جدا، مرتفعه وهشه. شايفين الجمال؟ بجد جميله جدا. لازم تجربوا الوصفه دي، هتشرفك قدام ضيوفك وعيلتك كلها. طعمها حلو جدا، ارتفاعها حلو قوي، بجد مفيش احلى ولا اسهل من كده. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وتكون وصفاتي بتنول اعجابكم باذن الله.